وبعدين المرأة اللي بتزعق وتشتم وتكسر دي ست كويسة. خلي بالك من الحكاية دي. ازاي بقى؟ الست اللي تزعق وتكسر وتقول انا هعمل وهعمل وهعمل، ست محترمة، لانها بق على الفاضي مش هتعمل حاجة. هي بس ده كبرها، ده انا هعمل وتكسر البتاعات واصوت، ده انا هعمل بعد شوية بقت كويسة. بص على راسها وحقك عليه وخلاص. انما التانية بقى اللي هي بص لك كده، طب ماشي دي ماشي، دي بقى طينه بقى، دي هتذبحك يعني، ممكن تحطك في اكياس، تسلط عليك ها. السهنه دي يخاف منها. انما في واحده يا عيني بقى يعني جبانه، لا قادره تزعق ولا قادره تكسر. انا بقول اهو للمره الالف، المراه اللي تزعق وتعلي وتشتم دي ست محترمه كويسه جدا، لانها قالت على كل اللي عندها. المصيبه بقى اللي ما بيقولش اللي عنده. ففي واحده بقى تانية يعني ضعيفه مش قادره تقول، تقعد تعيط، دي بقى اللي بيجي لها شلل وجلطات. فانا قلت قبل كده، عملنا حلقه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، قول ايه؟ بات زعلان تصبح مشلول، بات زعلان تصبح مشلول.